السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نميش عمر من قناة بودكاست نميش. تعشراشم توحشتوني ولا لا؟ سمحوا لنا على تعطلنا شوية هذا الفيديو، شتتنا شوية الظروف. المهم قبل ما نبداو بالمقطع ما تنسوش تعصرونا على زر اللايك وتفعلوا لنا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم. أما الآن فخلونا نبدأ بالإجابة على أسئلتكم. أول سؤال لدينا من قناة جيمو يقول: من هو أفضل يوتيوبر بالنسبة لش؟ يعني مش خم يانا كما يقولوا، يعني عندي وقت طويل، فترة طويلة وأنا نتابع اليوتيوبرز، يعني يمكنش القول بأنه لدي ذوق رفيع في اليوتيوب. هذا طبعا رأيي الشخصي، يرجعليش ليش. بصح يانا يعني أنا تابعت بزاف اليوتيوبرز، بصح ما صبتش شحال يوتيوبر يقدم محتوى رائع، لا من ناحية المونتاج ولا من ناحية الإبداع والأفكار والكوميديا كيما فايرتيوب. يعني صراحة يعني هو أكثر يوتيوبر حفزني أنه نفتح قناة ديال خاصة. السلسلة ديالو اللي اسمها بودكاست فايرتيوب هي اللي حفزني باش نفتتح قناتي هذه بودكاست نميش. فيعني هو أفضل يوتيوبر بالنسبة لي، ونتمنى انه يزيد يشتر من المقاطع وما يحبش، وخصنا نشوفوا مقاطع بزاف بالصوت ديالو. ثاني سؤال لدينا في هذا المقطع من قناة فاير تيوب: سبحان الله تهضر على الخير يجيش، هذه حشمة نميش. المهم هذا السؤال مكون من شطرين أو يعني سؤالين، ودوك سوف أجيب عليهم للاثنين. السؤال الأول يقول: هل يمكنك أن تخبرنا عن جميع أعضاء القناة ووظائفهم؟ السؤال الثاني: وهل ستضع مقابلة معي ومع جيمو؟ بالنسبة للسؤال الأول: هل يمكنك أن تخبرنا عن جميع أعضاء القناة ووظائفهم؟ تقريبا الأسماء ديالهم راكم عارفينهم في مقطع وكيل مقطع عيد الفطر، قلتلكم أسمائهم. شايني أنا نميش عمر، أنا مدير هاد القناة، أنا هو اللي حليت هاد القناة والمسؤول عن مناداة الأعضاء. يعني أنا هو اللي نعيط الأعضاء، الضيوف عفوا، أنا هو اللي نعيط للضيوف، وبالاش إلا حبينا نزيدو أعضاء القناة نعيط لهم، نمشي عندو نقولو إلا شحال دير معنا مقابلة. وشي نعاود نميش إلياس هو المسؤول عن المونتاج. وشي نعاود مصطفى العلوني الغني عن التعريف، هو أكثر واحد بان في هاد القناة، هو المسؤول عن المقابلات. وشي نعاود صح جايكم برنامج اللي ما يدخلش في القناة دار معنا يحل المقابلة. وشي نعاود العضو تقريبا هو مع قناتنا، بصح تقريبا الأثر ديالو كاع ما يبانش هنا في قناتنا، واللي هو بازابيفو جالاكسي. هذا هو العضو المسؤول عن صناعة بشرة سكراتش، بصح لحد الآن رانا عاد مستغليناش. بصح دوك إن شاء الله في المستقبل القريب نستغلوه. وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال أو السؤال الثاني: وستضع مقابلة معي ومع جيموا؟ إن شاء الله. بعلاش نتا يخبرنا ودوك نرتبو معاش المقابلة، بصح هادي حتى الآن رانا مشغولين شوية، رانا نرتبو المقابلات أخرى ومقاطع أخرى، بصح دوك كاش حاجة نعلمك في الإيميل واه. ثالث سؤال لدينا من قناة سعيدة يقول: ما هي قصة محمد عساف؟ يا خم، يا انا شنت وكيلة في المقطع يا نتاع الياس ولا نتاع علاء، واحد من هاد جوج مقاطع شتي انا شنا نستخدمو كيما العادة، هاشتا وصف نستخدمو مصحح التلقائي. واش نشتبناش كلمات عشوائية، كلمة منناش ما منناش. يحتضب بوحدة شتب محمد عساف يبيع قميصه من أجل أن يشون عند الدراهم. هي وشي شتبنا طحشنا وكلنا وزما هاد المهبول وكاع، ودرت عليها حتى الفيديو شورت رديت فيها انا تعليق نتاع 201 ناس. يوم داش النهار طحا معروف في قناتي، تقدر تقول كأنه أحد شعارات القناة. كيما في نهاية كل وصف ندير باي، صاين ندير في كل وصف: محمد عساف يبيعكم يسون أجل يشون عند الشطرام. محمد عساف هذا انا مشيت دورت عليه في جوجل، صيبتو كالش بلي هذا مغني معروف، هذا مشان. رابع سؤال من قناة جمعية قتل الوحوش يقول: هل يمكن لإلياس الانضمام إلى فريقنا؟ خمو، لينا نحب شم وتابعت قناة شم، ويعني محتوى شم أسطوري ومظلوم شوية من ناحية المشاهدات،
ومونتاج أسطوري وكاع. وعلى بالي نتوما بلي راكم ساحبين وعندكم ظروف وخصكم بزاف د الأعضاء يعاونوكم في المونتاج، يعني ها راكم تعيطوا لإلياس. خمو باش يخدم معاكم إلى الأبد وفي قناتكم، غير سمحولي لا ما نقدرش. شو حتى تقولوا لي معليش يخدم عندش وعندنا في نفس الوقت، لا ما نقدرش اش تنعييه شوي. وشي يعيا هو تحي كلش صايم تجينا يتحي يتجاهل ما يديرليش الخدمات الأساسية الأهم من اليوتيوب، تشي ما يمسح لي السبردي ناو. ياس تشي كتبت المقطع ما تنساش تمسح لي ديش السبردي ناو. المهم بصح الا راكم حابين زعما تسلفوا واش طايح النار ولا ما نسجلش بحال المقطع هكذا فيت معليش راني هنا، ولا انا ندير فيشم الثقة وكامل بصح الله غالب. بصح حتى شي حاجة تواصلوا معنا ونحن سعداء بأن نلتقيكم ونتحدث معكم. شكرا لكم على هذا السؤال. وسؤالنا الخامس من قناة نافاس يقول: كيف تقومون باستضافة ضيوفكم؟ وي صبرا نمش مشينا مصطفى خير ان شاء الله. مشيت وعدتني في مقطع نتا جيك وبكتينا ماشي ندير معاه المقابله، وموراها نتا جيت وقلت لي لا هادو صاحبي ندير معاه مقابله. هي وعدتني وقلت لي دوك نخليك تجاوب على الاسئله. ها جاوب ديجا جاب شربين انا ماشي نشرب شويه الماء. انت جاوب على باقي الاسئله. إذا لدينا السؤال الخامس من قناة نافاس يقول: كيف تقومون باستضافة ضيوفكم؟ كما علمت سابقا يا نافاس إذا تابعت سؤال فايرتيوب، السيد مش عمر مدير هذه القناة هو المسؤول عن إحضار الضيوف إلى هذه القناة. يقوم يعني بعض المرات يكون الضيوف هم أخبرونا في التعليقات بأنهم يريدون مقابلة، وبعض المرات لا. المهم نحن نذهب عندهم في جيميل، نتواصل معهم، نقول لهم يعني نتفاهم على إذا يستطيعون أن يأتوا إلى عندنا مقرنا أو فقط عن بعد. نتفاهم على الفيسبوك، نقول لهم التاريخ كذا في الوقت كذا، ونتفاهم على موضوع المقابلة يعني الأسئلة. ما هي الأسئلة يعني؟ إذا كان مثلا نقول مثل إلياس هو مساعد مش لا نسأله أشياء هو يعمل أيضا يعني كممرض، لا نسأله مثلا عن أشياء رياضة أو لا علاقة له بها وهكذا. وبعدها نطرح عليه 4 أسئلة ونضع المقابلة وننشرها في اليوتيوب. هذه الإجابة عن سؤالك. وآخر سؤال في هذه الحلقة من قناة 201 أنس يقول: ما هو سبب فتحكم لقناة بودكاست نميش؟ يعني كما رأيت في الإجابة عن سؤال سابق، نحن تأثرنا كثيرا بفيرتوب وأعجبنا محتواه وخاصة سلسلة بودكاست فيرتوب. فقال لي نميش لماذا لا نفتح قناة هكذا خاصة بالبودكاست ونسميها هكذا بودكاست نميش، نستضيف فيها ضيوف وتكون يعني عبارة عن مقابلات نطرح عليهم مجموعة من الأسئلة. قلت له فكرة رائعة. وكنا يعني في رمضان في ذلك الوقت يكثر برامج البودكاستات يعني نواكب الترند. لكن يعني قال لي نميش بما أنه يعني كل الناس يضعون مقابلة يعني نفس الشيء بودكاست، نريد نحن أن يكون عندنا لمستنا الخاصة. فقررنا أن يكون مدة المقاطع أن تكون يعني قصيرة، يعني لا تزيد عن 20 25 دقيقة، يعني فقط 5 دقائق 10 دقائق وما إلى ذلك، لكي لا يمل المشاهدون. وفي نفس الوقت تكون عبارة عن مقابلة يعني فيها أسئلة متعلقة بحياة الشخص، وليس مثل أغلب البودكاستات يعني يحضرون شخص مشهور ومعروف ويسألونه يعني عن تجربته الخاصة في مجال معين، يعني في المجال الذي هو نجح فيه. نحن لا، فقط نسأله ونطرح عليه 4 أسئلة يعني متعلقة نعم تكون متعلقة يعني بما هو يبرع فيه، لا نسأله سؤال هو لا يفهم فيه، لكن يعني مجرد أسئلة يعني عامة. وأيضا قررنا أن يكون لنا لكي نزيد الترفيه يعني وضعنا عندما نشرنا أول مقطع وضعنا الوصف، استخدمنا المصحح التلقائي في الوصف لكي يكون لنا لمستنا الخاصة ولكي نضع الترفيه في كل الجوانب، يعني في المقطع لا في المقطع ولا حتى عندما تقرأ الوصف يعني تضحك فيعني يأتيك الترفيه. هذا هو سبب فتحنا لقناة بودكاست نيميش. يا صاي مصطفى أنا خلينا نجاوب على شي أسئلة يعني حطيت الوقت وأني جيت. حسنا تفضل المايك.
إذا شانت هذه هي الإجابة على أسئلتكم، يعني أتمنى أن أكون قد أجبت إجابة يعني شافية وشفية ووفية. أنا ومصطفى العلوني. انتظرونا في مقابلات القادمة، يعني مقاطعنا القادمة. سوف نضع مقابلة مع عبد الإله إن شاء الله بإذن الله، مثل ما وعدناكم في مقطع مقابلة مع جيكوب برنرزلي. نذكركم باش تعصروا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. نعتذر عن السحبة القصيرة عن القناة. كان معكم نميش عمر من قناة بودكاست نميش، ونقول لكم باي باي.